طيب علشان برضه ما نبقاش فوتنا لكم اي حاجه، هندوس على علامه الاضافه. خلينا ان احنا عايزين نشتغل على ديزاين معين، وهو التاسك بتاع السيشن اللي فاتت، في ناس كتيره قوي قوي اتلخبطت فيه بعد ما قعدنا وقت كتير قوي نشرح فيه. طيب عندنا هنا بيقترح لك قوالب كتيره جدا للشكل اللي انت هتشتغل عليه. ممكن ان انت تكتب مثلا، خلينا ان احنا داخلين على عيد وهنعمل سيرش عليه. فطبعا انت ممكن تعمل من هنا تغذيه بصريه عن الحاجه اللي انت هتشتغل عليها، مفيش اي مشكله. كلمه الانماط دي هنرجع لها تاني، مهمه جدا. طبعا احنا هنشيل كلمه العيد وبعدين هنرجع نشوف. الكلمه دي مهمه جدا، هنرجع لها مره تانيه، ما تقلقوش. طيب عندنا بعد كده الخيار التاني وهو العناصر. العناصر دي يعني تاني اهم حاجه انت ممكن تشوفها في حياتك، لان انت هنا هتعمل الديزاين كله من الصفر في الادوات من المكان ده. طيب عندنا مثلا اول حاجه بتقابلنا هي البحث في العناصر او البحث عن عناصر. عندنا مثلا اقتراحات للبحث، وبعدين عندنا المستخدم حديثا، الحاجات اللي انت استخدمتها قبل كده. هتلاقي عندنا اشكال زي مربعات ودوائر وخطوط ومثلثات ومعينات وخماسي الشكل وحاجات من دي كلها. عندنا تصميم جرافيك، طبعا هي حاجات هنا بيبقى مقترحها، انت مش بتسيرش عنها، هو بيقترحها لك بس، تقدر تستخدمها بدون ادنى مشكله. عندنا هنا ملصقات تقدر برضو تستخدمها، عندنا صور تقدر برضو تستخدمها على الديزاين اللي انت شغال عليه. خليك انت شغال على اي ديزاين وعايز صوره فبتاخدها من هنا، لو انت طبعا الحاجات دي غير مدفوعه لو انت على الابلكيشن العادي، ولكن لو على الابلكيشن المدفوع بتبقى طبعا تستخدم الكل. طيب عندنا هنا صوتيات، مثلا عندنا احنا شغالين على فيديو عايزين نحط له موسيقى او حاجه فبنحطها من هنا. عندنا رسوم بيانيه، ودي برضو هنستخدمها ان شاء الله في اخر سيشن، وخليكم حافظين مكانها هي والجداول. طيب عندنا هنا اطارات. الاطارات دي عباره عن ان انا عايز مثلا احط الصوره في شكل معين، فاقدر احطها في الشكل اللي انا عايزه بدون ادنى مشكله، سواء كان رقم، سواء كان حرف، سواء كان دايره، مربع، مستطيل، ايا يكن الشكل اللي احنا عايزينه. هنا بيقول لك شبكات، يعني كذا صوره مع بعض في الاطارات دي. طيب عندنا هنا بيقول لك شهر الاعمال السوداء، انا مش عارف هم بيتنمروا عليهم ولا ده ايه، بس مش مشكله. عندك هنا مجموعة أو مجموعات الأشكال، عندك أشكال كتيرة بقى مقترحة من الأبليكيشن اللي أنت تقدر توصل ليها. هنا مثلا عندك جيب لك عضلات والكلام ده كله، الدمبلز مثلا. عندك هنا جيب لك حاجات 3D تقدر إن أنت تشتغل منها، مثلا أهو أشخاص برضو معمولين 3D أو أدوات معمولة 3D تقدر تستخدمها في الديزاين اللي أنت بتشتغل عليه. طيب كده أظن المنطقة دي اتشرحت برضو، مفيش أي مشكلة. عندنا النص. طبعا النص خلاص احنا هنعمل هنا، هنعمل ايه هنا؟ هنضيف نص. خلاص ما فيش اي مشكله. تقدر ان انت تضيف نص جاهز مثلا مكتوب زي كده، معمول عليه الايديت بتاعه، وبعدين انت يا دوبك بس بتعدل الكلمه وخلاص كده انت استخدمته. ممكن ان انت تسيرش عن خط معين انت عارفه جايبه من جوجل او جايبه من اي مكان. يعني مثلا عامل سيرش عن فاطمي، فانا اهو عامل حرف الاف، فهدخل مثلا اجيب الخط الفاطمي اللي انا هشتغل عليه، اهو خط فاطمي ده، وهشتغل عليه من غير اي مشكله. طيب عندنا معرض الصور، وده بيعرض لك الصور الموجودة عندك على الجهاز. عندنا مركز العلامة، وده طبعا زي ما احنا قلنا بره هو نفس الحاجات، لو انت مثبت هنا الوان او حاجه بتستخدمها هي طبعا. ده الاكونت غير رسمي بتاعي، انما الاكونت الرسمي عليه الشغل بتاعنا كله، فتلاقي العلامه التجاريه بتاعتنا وكل اللوجوهات وكل حاجه موجوده. عندك هنا التحميلات، قلنا الصور اللي انت حملتها قبل كده او اللي انت اشتغلت فيها قبل كده. عندنا هنا مثلا كلمه الرسم، نقدر ان احنا نرسم من خلالها اي حاجه على الديزاين مثلا اللي احنا شغالين عليه. احنا مثلا هنعمل اهو، نعمل قلب بقى وفي سهمين، وهنا مكتوب حرف ايه وهنا مكتوب حرف بي والكلام، الحاجات دي كلها الهبله دي. انما طبعا هم ما بيستخدموش لكن عشان كده يعني تقدر تستخدمه على اي حاجه انت محتاجها تغطيها او تعملها. ممكن ان انت تعمل خط مستوي اهو، او دوائر او الكلام ده كله في خطوط معينه. مفيش اي مشكله. تختار السمك بتاعك، تختار الشفافيه بتاعت الخط اللي انت عايزه، وبتبدا تشتغل عليه. طيب فايده بقى السهمين الموجودين فوق دول ان هم يشيلوا الهبل اللي احنا عملناه ده. يعني هم دلوقتي اهو تدوس على السهم ده كده برجع لك الهبل اللي انت عملته. طيب بالنسبه للمشروعات، المشروعات طبعا قلنا قبل كده المشروعات ان انت بترجع للحاجه اللي انت عملتها قبل كده. خليك ان انا عايز مثلا اخد حاجه من ديزاين موجود هنا بالفعل، فانا هروح مثلا دايس على الديزاين اللي انا شغال عليه ده اهو، كنت شغال عليه قبل كده، خلاص ضاف لي الديزاين ده، اروح اعمل صفحه تانية مثلا منه، واروح ابدا اخد منه الحاجه اللي انا عايزها. طبعا احنا ممكن نرجع نرجع لحد ما نشيل الديزاين اللي احنا جبناه.
مفيش ادنى مشكله. عندنا كمان التطبيقات دي جزئيه مهمه جدا، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده، في انها تقدر تضيف مثلا من عليها حاجه زي الصور، مثلا حاجه زي الرسوم البيانيه، تقدر تضيف تحويل النصوص الى صور، تقدر تضيف مثلا حاجه. كل الكلام ده انت تقدر تربطه بالابلكيشن بتاعك. عندك ناس مثلا ما بتبقاش موجوده عندها الصور، ما بقاش عندها الصوت، فبتبدأ تضيفهم من مكان التطبيقات ده. وكمان تقدر تربط ابلكيشن كذا ابلكيشن يعني، او ابلكيشن معين انت عايز تربطه بالابلكيشن بتاعك من هنا. طيب النقطة دي خلاص وضحت تمام كده. انا خلصت، عايز بس ادخل على الجزء اللي هو الجزء العملي. فلو حد عنده مشكلة وحاجة قبل ما نخش على الجزئية دي، يقدر يتفضل معانا. وبعد ما انتهينا من الجزء النظري، نقدر ان شاء الله دلوقتي ندخل على الجزء العملي، وهو هنعرف فيه ازاي نطبق الكلام اللي احنا اخدناه دلوقتي ونعمل ديزاين من الصفر. يلا بينا.